ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. لو اول مره بتشوفي القناه بتمنى منك انك تشتركي فيها وتفعلي الجرس على اشعار الكل عشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشير الفيديو مع اصحابك عشان يوصل اكتر عدد في القناه وبره القناه. هعمل النهارده معاكم الايس كريم في البيت بطريقه بسيطه جدا وسهله بثلاث مكونات بس غير جيلاتين. طريقته بسيطه وسهله جدا. تابعوا الفيديو للنهايه وان شاء الله هيعجبكم تستفادوا منه. تعالوا مع بعض بقى نشوف عملنا الطريقة دي ازاي. هنعمل 3 نكهات مختلفة بالشوكولاتة، وهنعمل بالفراولة، وهنعمل بالفانيليا. تابعوني بقى للآخر وهنشوف هنعمل الطريقة مع بعض ازاي النهاردة. 3 نكهات أحلى من بعض وإن شاء الله هيعجبوكم. حطي بقى لايك للفيديو وتعالوا معايا نشوف عملنا الطريقة دي ازاي. مبدئيا كده هجيب لتر من الحليب، هحط عليه 3 معالق كبار مليانين من النشا، معلقة هرمية كده كبيرة مليانة تمام، وهحط 4 معالق من السكر. سكر حبيبات عادي، مش لازم يكون سكر باودر. هقلب كل الكلام الحلو ده كده على البارد، وبعد كده هطلعه على النار. قلبي بس كويس عشان تتأكدي ان النشا داب ما يكلكعش منك على النار. حتى لو كلكع منك ممكن تقدري تفكيه بلندر بالخلاط بالكبة. فود بروسيسور اللي موجود عندك اشتغلي بيه. بس اهم حاجه تقلبي كويس على البارد وبعد كده ترفعيه على النار. مش هيكلكع مش هيعمل تكتلات يعني معاكي. كده اتأكدت ان كده السكر داب. ابتديت بقى احطه كده على النار واقلب فيه على طول عشان ما يكلكعش برضو معاكي. ايدك فيه كده على طول لغايه ما يغلي. وتوماس بيقول لكم اعملوا لايك. حاجه تاني تمام كده. بص القوام بتاعه ابتدت يتقل، بس عايزاه اتقل من كده سنه كمان صغيره. وبعد كده ايه هطفي عليه. اول ما يبتدي يطلع فقاقيع كده من الجناب اعرف ان هو ايه خلاص كده استوت. حلو قوي القوام ده بالنسبه لي. هطفي عليه بقى واسيبه يبرد خالص خالص خالص. ما ينفعش اشتغل بيه وهو سخن جدا. هقول لكم ليه دلوقتي. قلت بقى عقبال ما المهلبيه تبرد هضرب بقى ايه. جبت كده كوبايتين من الفراوله، ومعايا شوكولاته صمت دي هعمله بالشوكولاته، والفانيليا هعمل بيه طعم بالفانيليا. والفراوله متلجه شويه هضربها كويس بقى في الكبه اهي. بصوا لغايه ما تبقى كريمي بالشكل دوت اهي زي ما انتم شايفين كده. هدخلها بقى الفريزر تجمد معايا شويه. عمل ديسلايك. يعملوا ديسلايك ده عشان خاطر ماما ولا عشان خاطرك انت؟ ماشي يا توماس. أمبولا. تمام. هجيب كده كوبايه من كريم شانتيه. بصوا بقى المكونين الاتنين اللي هحطهم عليه. جبت كده 3/4 كوبايه متلجه، وهحط عليهم معلقتين كريم لبن بودره. دول اللي هيفرقوا معاكي في الطعم، يحسسوك ان انت الطعم جاهز بالظبط. تمام. مع عسل الجلوكوز اللي هو دوت. هحط برده معلقتين كبار. يبقى كوبايه كريم شانتيه عليها 3/4 كوبايه من الميه، عليها معلقتين لبن بودره، ومعاها معلقتين من العسل الجلوكوز. دي اللي هتديكي نكهه بره بالظبط. تمام. هنزلهم كده بالشوكة، وبعد كده ايه هبتدي ان اضرب بيهم بالمضرب الكهربائي.
طبعا بتضربي على السرعة الأولانية وبعد كده بتعلي السرعة لغاية ما توصلي للسرعة ال5، دي اللي هتظبط معاكي بقى الجيب من الآخر. تمام اهي ابتدت ان هي تتقل معايا كريم شانتيه، هديله ضربة كمان وهوريكم ايه القوام بتاعه. تمام كده، ده القوام اللي انا احتاجته بالشكل دوت. تمام، هنجيب بقى المهلبية بعد ما بردت نهائي. تمام، حتى انا نقلتها في بولة تانية عشان ايه تبرد بسرعة. ما ينفعش تتحط مع كريم شانتيه، هتسيح الكريم شانتيه، يبقى ما عملناش حاجة من عندنا. فاحنا بنضرب كريم شانتيه كويس وبرده المهلبية بتبرد خالص. هضرب بقى كله مع بعض كده لغاية ما ايه الخليط كله يتجانس وتحس ان بقت يعني كريمي شوية. بصوا القوام بتاعه بقى حلو ازاي، كريمي جدا. تعالوا مع بعض بقى ايه نظبط النكهات. اول حاجه جبت بوله، جبت 2 باكيت من الفانيليا، لو عندك فانيليا سايله هيكون طعمه احلى واحلى كمان، بس ده اللي كان متوفر عندي. حطيت 2 باكيت من الفانيليا وهضرب كويس الخلطه اللي احنا عملناها مع الفانيليا. تمام كده كده كويس قوي. هجيب بقى العلبه اللي هحطه فيها وهصب فيها الخليط. بصوا الخليط كريمي حلو جدا وريحته ونكهته حلوه قوي. دي كانت اول حاجه عملناها اللي هي ايه بالفانيليا. هغطيها وادخل على الفريزر. تاني نكهة هحط معايا الشوكولاتة، دخلتها الميكرويف تسيح، وبعد كده هبتدي ان انا اضربها بالمضرب اهي بالشكل ده كده لغاية ما احس ان القوام بتاعها ظبط معايا. برضو ايه هدخلها في علبة. حلوة قوي كده. برضو جبت علبة تاني وهفضي فيها الكريم. اغطيها برضو ايه ادخلها الفريزر. هتسيبها قد ايه في الفريزر؟ اقل حاجة 6 ساعات. ممكن تعمليها من بالليل وتاني يوم الصبح ايه لو هتاكلوا منها. جبت البولة بتاعت الفراولة وبرضو ايه ضفتها كده في اخر حاجة في الطبق ايه اللي انا هشتغل بيه. وانا هنا كترت شوية في الفراولة لان بنحبها اكتر، يعني مش مايلين قوي للشوكولاتة والفانيليا. ايه بالشكل ده كده. اضربي كويس قوي. برضو نفس النظام هضربها كويس وهحطها في علبة ايه بالشكل ده. بص الخيط كريمي جدا وريحته جميلة جدا وطعمه كان احلى كمان. هدخلهم بقى الفريزر لمدة 6 ساعات وبعد كده هوريها لكم تاني. بصوا كده يا حبايبي، انا كده بعد ما طلعتهم خرجتهم من الفريزر اهي بالشكل ده.
هحتاج كده بولة معايا، ولو عندك المعلقة بتاعت الايس كريم تمام، مش عندك ممكن الأكواب المعرية دي ممكن ايه اللي انت تشيلي بيها، متوفر عندك. هشيل بقى منها كده. هتتشال معاكي بمنتهى السهولة. دي بطعم الشوكولاتة. تمام. اخر حاجة هنحط الفراولة. طريقة بسيطة جدا وسهلة جدا. بتمنى الوصفة تكون عجبتكم النهاردة. هستنى التعليقات بتاعتكم عليها، وهستنى لو عجبك الفيديو تعملي لايك، ولو مش عجبك حطيلي ديسلايك، وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا.